تنزل مع بابا أو تروح مشوار حتى لو تحت البيت، تقعد تقول أنا عايزة حاجة حلوة دلوقتي يا بابا، وتقعد تدبدب وتعيط وتصوت في الشارع. وفي يوم من الأيام سيليا رجعت من التمرين وأصرت إنها تاكل حاجة حلوة بعد التمرين، وبعد ما أكلت قعدوا يتفرجوا على التلفزيون، وفجأة ماما سمعت صوت سيليا وهي بتقول بطني يا ماما، بطني بتوجعني قوي. ماما طلعت تجري على سيليا وهي مرعوبة. في ايه يا سيليا، مالك؟ بابا هيجي يقول لهم اهدوا، مفيش حل غير ان احنا نروح للدكتور حالا. طب يلا نروح لدكتور هاني عصام، خلي العيال هو اللي هيطمنا. وفعلا كلهم راحوا على العيادة، وسيليا كانت بتعيط طول الطريق. يا بطني. وصلوا العيادة ودخلوا على الدكتور وسلموا عليه وحكوا له اللي حصل. دكتور هاني قال لسيليا بعد ما طمن بابا وماما عليها بصي يا سوسو، أنا خالي العيال وبقولك